مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مانو اللي يستضيف النجوم من مختلف المجالات. ضيفنا اليوم نجم مش ليبي بس، نجم عربي تألق في سماء الاغنيه العربيه في سن صغير، استطاع ان يقدم نفسه بشكل كبير، المطرب الكبير واللي نتشرفوا احنا اليوم بالاجراء اللقاء معاه. انسنا استاذ. اهلا وسهلا، اهلا. تحياتي طبعا لكم. تشرفنا. محمد ومازن. طبعا وفي نفس الوقت نحيي كل الجمهور اللي بيتابعنا. ان شاء الله تكون حلقه حلوه وتكون خفيفه يعني. لا، حلو ان شاء الله. اكيد حلوه يعني. غير نقول فيها هيك يعني. طبعا باش نعطيك فكره شويه ونعطي المشاهدين فكره شويه اللي ممكن اليوم مرات تتفرج علينا في اول حلقه. إيه؟ البرنامج اسمه برنامج مانو، اللي هو فرينو مانو. فرينو مانو. ايوه. الموسم الثاني. إيه؟ كان عندنا موسم اول. الموسم الاول كانت التجربه نتاع درفت سطريق، ركبوا ضيف ناخذوا معه حوار شويه، بعدين ركبوه في تحدي نتاع درفت. العام هو طورنا الفكره شويه وكبرنا الشغل. وجبنا سياره مجهزه نتاع دفع رباعي، ونحاولوا ان احنا نركبوا ونصعدوا السيوف الرمله ونخلوه يخوض التجربه هي بتاع الرالي والكتبان الرمليه. حلو المغامرات هذه، تعز علي هالحاجه. ايه معكم يعني. بما ان موضوع فيه علاقه بالسيارات، طبعا احنا اي نجم احنا يجينا هنا نستضيفوه نستذكره او نرجع معه بالذكريات زمان لي كيف تعلم السواقه، لان اكيد كل اي شخص احنا عنده معها قصه كيف تعلم السواقه، كيف بدا يسوق. اكيد يعني لما الواحد حس روحه هيك انه بدا يكبر شويه هيك وكذا، واحد يشوف يعني يشوف روح على النبي يسوق. ايه بيسوق طبيعي. ايه معناها نقول لك كيف تعلمتها، يعني تعلمتها بالخمبه يعني. كنت نخلف سياره ابويا طلع عليه، خليه هو مسكين يمشي قايله كذا، قايله تشني نبي نسوق نبدا بالشوارع برا هيك برا فرين يعني. ما خديتش مني هذيك الوقت، وبعدين حسيت روحي اني خلاص بديت هي كنت خلينا نطلع على الطريق. عندك شغف معناها، عندك حب انك كنت تسوق في وسط المنطقه، تبي تطلع على الرئيس. نبي كيف كذا بتوري روحك. الشغف تاعك هو اللي يرفعك انك انت طبعا. ولازم تقعد توزن انت عاد بين ستيرس والشرطوري والفريسيوني، ما فيش التوماتيك. وبتركز ذاك يمين وبتقعد فليتشات، يعني تعلمتها قواعد صحيح. لو كنت يعني كل ما يعني كنت نركب مع الوالد او نركب مع اخوي كذا، انا دائما هيك فهمتي بقى مركز كيف كذا. تبي تعلم نخزن. فلهذا يعني من لقيت نفسي يعني تعلمت بسرعه. العمر اللي كنت فيه انت اول ما خشيت الطريق ابو الرئيسي مش نحسبوها يعني 15 هيك بيكون. ثالث اعدادي كيف خش ثانوي؟ لا ثالث اعدادي نسوق. ما ثالث اعدادي تسوق بدا بكري انت. بدري. من الضيوف القلائل اللي بدا بكري. لا تعلمت بدري. وبعدين طبعا قعدت يعني فتره هذيك واحد ما عندش ما فيش استطاعه انك انت تشتري سياره وكذا. وبعدين نصل الحوش وقتها كان الحوش المليح فيه سياره واحده في ذلك الوقت طبعا. ويطلبوا فيها الجيران ويطلبوا. لا ما نعطوش سياره. لا لو بيجيبوا حاجه، بيجيبوا ميه، بيجيبوا خضره، بيجيبوا حاجه. لا بترفع جارك. لا ممكن. لا لكن كانوا زي ما قلت انت يعني كانت كل حوش فيه سياره، وتفرح انت الفتره هذيك سياره مليحه. تفكر فيها كان الوالد كانت عنده فولفو واخذها من الدار زمان. لا مش العائليه، لا الصالون. حتى الصالون طويله هي انت عارف الفولفو. هي لكن بارك الله فيها يعني. هي زرقاء الواحد مزرق. تعلمت بها يعني. ما صارت لكش فيها مواقف مره كذا ضربتها ولا نشتها؟ ما نشفها. لا كنت الحمد لله. هي حديدها قويه. لا هي ما غير هيك. لا كنت حذر. السوق ديما حتى يعني الجري مش ديما نجري، حتى لغايه تو نجري نحس ان الطريق هيك نفسي هو الموضوع. حس الطريق تستاهل جري نجري. لكن هيك انا نحب نمشي تأني. الوالد ما كان صارم في الموضوع السواقه ضدي. لا
على كيف تسوق صغير؟ لا مش قلت لك عاد كنت نخدم فيها حتى كيف. ما فيش مره ناضل قال ماناش لا شويه لا عارف لا بالوقت محترف انت. حاسب له فيها احتراف الموضوع. لا نقول له والله مرات ناخذها نقول له خلينا ندير لها غسله. تو بعد ما عرفت انك تسوق وتخش على الطريق وكل شيء فكرت انك انت تشتري السياره. ايه شريتها. اول نوع سياره نبو اول نوع شريتها شنو هو؟ اول سياره هذه سكينه يعني تحملت هلبة. كانت هوندا سيفيك. هذه اللي عندها زمان. ايه تيك كانت حتيه زرقاء وبرا عاد وبزقات ولا ما درتلهاش؟ لا قعدت تكي لا درت لها بعدين تكمت هيك وانت عارف واحد شاب السوارات اغلى منها كذا ايه ديسكوات وحلبة حاجات ومداخل لا جناح لا لكن ديسكوات قمت عراض هيك. لكن تحملت والله تحملتني بعدين مشيت ترافش. درت بقى لا خلاص يعني خلاص هي اوكي يعني تعلمت انا وكذا وصغري وكذا وبعدين لما اخذت سياره زدت تمكنت على السواقه يعني تعلمت كويس فيها. بعدين خلاص تو نبي سياره باهيه. بدينا سياره اول سياره كسبتها كانت اوبل كاديت سي قويه يعني. وصينا عليها من برا. طورت خشيت على المانيا. لا انا نحب المانيا الحق يعني هيك خاصه يعني الجولف يعني وكذا. لكن قلت لك بدايتي يعني اول حاجه هذه قلت لك خذيتها جديده هي الاوبل هذه كاديت سي قويه سياره نفكر فيها ما شاء الله يعني عدادها 260 حاجه هيك. وكلها وكلها لا مش تصحيح حمراء لكن حمراء غزالي هيك حاجه هيك. كانت يعني استرادا طبعا ما نحكي لكمش يعني قداش قمات. موضوع القمات هذا موضوع يعني واحنا طريقنا باهي انت عارف يعني. غيرتهم سريعة تقريب 5-6 مرات يوم هيك تعرفين استرادا يعني. وبعدين غيرنا. بالنسبة عاشت معي فترة بالنسبة للسواقة ما عمرهاش يوم صار لك موقف لا قدر الله كي مش قوي شوية كي مروح حادث حاجة؟ لا كلها مناوشات بسيطة. لا كي ممكن هيك كذا نشاط واحد ما شافكش مثلا ضرب لك البراويل ولا حاجة كي عادية. لا كلها نشاط قصدي كحادث لا الحمد لله يعني. ربي يسلم وان شاء الله يسلمك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يسلم. بداية الفن. بداية الفن من العائلة اللي كان يدعم فيك مثلا يقول لك عادي كمل ولا كان في اعتراض ولا كيف؟ لا الحق يعني من اول يعني ما من صغري يعني ديما الواحد انت عارف ديما يغني يظن كذا ونسمع. وكان عندي مسجل كنت نحفظ به اي حاجه جديده اغاني يعني الحلوه اللي تنسمع يعني. وفي نفس الوقت نسمع في الشرقي اللي كنت تربيت على المدرسه الشرقيه يعني. فلهذا لما حسيت روحي اني كذا هيك وعندي صوت بديت نغني واحد معناها ماليه يعني العيله يعني ما عرضوش يعني لا بالعكس. لكن عينهم علي مش يعني ان هم خلوني على هواي يعني لا كذا كذا يراقبوا فيك كذا مش تمشي معناها. اختيت الموضوع هذا صح الحمد لله يعني ما كانش عندي اخطاء هيك ولا تخورت او صار معي مواقف كذا ولا او خلطت ناس يعني مش كويسه يعني. الجمهور يتساءل وين الشاب جيلاني؟ هو هذيك فتره هو موجود. ما هو احكي لك بعد نجاح فاهم عليك بعد نجاح عربي ونقطه فارقه في تحول الفنان من فنان ليبي محلي لاصبح فنان عربي بجهده. وين اختفى؟ هو ولا البقاء في القمه صعب يتطلب؟ لا هو الحمد لله يعني اللي كنت نحلم به يعني من صغري انني نكون في مكانك زي ما واحد كان يتخيل فيها بصغره وصلت لها الحمد لله.
وما زال نطمح يعني، بس يعني ممكن الغياب هذا مرة ها ننزل مرة لا كذا، هذا موضوع يعني ما نبيش يعني ننزل أي حاجة يعني باستطاعتي إن أنا يلا في يوم نسجل لك أغنية سهل. لكن لا أنا مش من النوعية هذه يعني، من النوعية لازم الأغنية تكون مدروسة كويس يعني، مش نقدمها من نقدم حاجة نباها تعيش، ما نبيش تسمعها هيك تيك اواي وكذا وتمشي على حالها، لا هيك نوعية هيك. في ليبيا هل الشاب جيلاني خذا حقه من ناحية محلية في ليبيا؟ لو خلينا من برا اكيد درت يعني يعني كدعم وكذا ولا كدعم، هو لما نقول لك خذا حقه من جميع الجوانب كتقدير كدعم والله بصراحة يعني لا اجتهدت بنفسي بجهد يعني، ما يعني كدولة زمان لا ما وقفتش معي. لا قبل لا تو؟ لا قبل لا تو. قولها لك هيك بالفلاقة يعني. لا ولا بجهدي يعني الحمد لله، لكن وصلت وين نبي يعني. أنا فرحان إن معنا بلادنا تفرح يعني، ناسها واهلنا واصحابنا، الناس العاديه البسيطه فرحانين يعني انك انت وصلت لقمه معناها ما يتوقعوش اي ليبي انه يوصل لدرجه هذه وبجهده يعني. يعني الناس فرحانه يعني. لكن كامور ثانيه لا ما فيش لا دعم ولا زيك ولا يجيك حد تو نديروا كذا ولا اقترح عليك ما نديروا شركة نطلعوا أصوات جديدة يعني، ما عندناش العقلية هذه يفتقدوها كلهم هيك. مجرد أنه هو ماسك سواء وزير أو أمين يعني نتكلم هيك يعني إنسان صريح معلش نقول يعني يعني لا ما عندهمش الأفكار يعني هذه نتاع نديروا حاجة للبلاد. فنانين هذا متولي توا الشباب حلو، محتاجين دعم، محتاجين حد يوقف معاهم يرشدهم على الطريق الصح. معناها نستقطب يعني شخص عنده خبرة وكذا وغامر وعاش مع الناس الفاهمة يعني. هي هذه والنقطة انك انت تفيد تبدا انت أيوة. تستفاد منه. لا ما فيش يعني ما جاش مسؤول مثلا قال والله ايش رايك نديروا كذا، مضطر انك انت تبحث عن كيف انك انت الموضوع هذا حتى تديره بجهدك حتى عن طريق الجهات خاصة يعني. فهمتني كدعم. هنا توا نعرفوك انت محب للكرة ومشجعين ريال مدريد طبعا. زيدان ورونالدو لا انا من ايمة شانسيز قديم هلبة ايمة دق الاول شقلبات من ايام الشقلبات. انا من محبين زيدان، استمتعتوا بها الفترة اللي جاكم فيها كلاعب ومدرب. طبعا 3 شامبيونز ليج على التوالي من دارها، ما فيش مدرب في العالم دارها يعني. صح. بقى قاعد مقتنع زين ان افضل جول في تاريخ الشامبيون جوله هو في باير ليفركوزن في نهاية ما عارف هذاك. لا انا احسن جولين اكيد واحد تاع رونالدو تاع رونالدو تاع بيل. يعني معلش يعني ممكن نتحيز يعني. اوكي يعني ريال مدريد في التوب يعني في حياتي يعني حبه يعني حكم حبي للكوره، بس يعني عندي أندية تانية نتابع فيها زي الميلان روما تستمتع بالكورة حتى في ليبيا غير تو احنا بس الفترة هذه نفتقده يعني الرياضة دورينا ضعيف خسارة يعني. نتمنى يعني ان هم الجانب هذا يعني يهتموا به يعني، وعندنا من لاعبين ومواهب حلوة نقول لهم ان هم يحترفوا. احسن حاجة انهم يحترفوا احتراف طبعا يزيد يشتغل على نفسه يعني. لو احنا بنديروا 11 لاعب لكن نبون فنانين تشكيله وانت بتدربها مش شرط رياضيين. لا خلطها عادي خلطها عادي بادير هيك وكي حارس يعني نبدا من الحارس ونبدا من بالحارس. انا يكون فنان حارس لا باش تم البشيء. لا أنا كان حارس لا خلينا يعني من الحراس اللي يعني عجبينك في ليبيا يعني سمير عبود تمام.
باهي والخمس تاع اللي قدام الحارس دفاع قول لي الاربعه دفاع ماني نلعب 4-4-2 يعني قديمه باهي. الاولى تاع البرازيل هذه شافت بال البرازيل بطولات. ايه دفاع نقولوا باني خلينا تو في ليبيا ايه بكر باني صالح صولة ما عندهم خمسات من زمان. ايه احسن ما جابت ليبيا يعني يعني جابت بعدها لكن زي حتى في العركات زي يونس كويس شيباني زي خالد العايب خالد والثاني عمر داوود رحمة الله عليه حتى هو يعني من مدافعية الصحاح يعني. اعطينا اليمين واليسار تو اخترت باني وصولة نبوا اليمين واليسار. خلينا نبدو تريس طبعا سليمان عمر يعني تمام حلقوه على اليمين يمين من القدم في البشاري ابراهيم البشاري صح. وانا احكي لك انا منتخب 82 ايوه لكن انا بنقولها مش طايق قصدي انت نعرف انتمائك المحلي لكن انتمائك المحلي ما كانش فيه هلبة من اللاعبين اللي موجودين قاعد متاثر انت بلاعبين الفريق اللي ما تشجعش فيه. كوره حلوه كورتهم حلوه انا احكي لك هذا ما انا تفرجنا عليهم في كاس افريقيا 82 صغيره لكن كوره يعني كوره في الدم يعني ما يشجعش مثلا في الاتحاد بيقول لا 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 ما عنديش فرق يعني الاتحاد الاهلي ممتازه النقطه هذه يعني يعني هو هل الناس يقول انت تشجع فلان اوكي نشجع فلان نشجع اتحاد نشجع اتحاد لكن تهمنا الكوره احنا يهمني الكوره تكون كورتنا حلوه يعني حتى في البطولات الافريقيه وكذا يعني يديرونا نتيجه حلوه. خلينا نكملوا فريق الارتكاز اللي قدام الدفاعيه الزوز من ارتكاز صديقي حتى لاعب كبير حتى ممكن انتم تعرفوش يعني رشيد وين لعب؟ رشيد الهاشمي تعرفه؟ من بيلعب جنبه؟ وين لعب هو؟ لا لعب هو بك عارفه في المنتخب هو نعم في المنتخب هو لكن طبعا هو من نادي الوحدة باوي بجنبه طبعا نغيروا شوية تشكيلة خشوا على الجيل اللي بعده يعني الجيل اللي بعده في هلبة في النص في هلبة بس فكرني نادر الترهوني خالد حسين طارق التايب نادر ايوه خالد حسين حتى هو طبعا من بيلعب جنب رشيد طبعا طيب يعني صانع العاب يعني طارق صانع العاب ممتاز خالد حسين ونادر الترهوني هذا أربعة زوج زوز مهاجمية سهلت عليك أنا مهاجمية أنا والزوي أنت والزوي تمام أنا خاطر 9 أفضل تشكيلة تخش بها أفضل تشكيلة تخش بها هذه أفضل تشكيلة مليحة ناخذ كاس أفريقيا كأس العالم مرات تجي هجمة تغني لهم ينسجموا شوية ويفوتوك ما هو هي شنو هي الكورة حتى هي فن يعني صح أكيد طبعا احنا وصلنا لختام الفقرة هذه لهنا ده تو بننتقلوا للتحدي متاعنا اللي هو تحدي السيارة جهز له ولا طبعا ما انا قلت لك نحب الانسان نحب المغامرات يعني خلاص حاجه هذه تكون مغامره جديده هذه يعني بنجرب يعني انا كنت يعني نتابع فيها يعني في البرامج وكذا خاصه جماعه الرالي هذا خلاص مالا خلي ننطلقوا للفقره الثانيه يلا
شعور بعد الجوله؟ والله شو نقول لك، والله خذيت طاقه ما نحكيلكش. فيش خوف ها؟ لا خوف، لا 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 لا. انا خفت قربت منا السياره. شو قلت لكم انا في اللقاء؟ شو قلت؟ طيب انا انسان نحب المغامرات. هذه مغامره. ايه مغامره حلوه، واول مره الحق يعني نجربها يعني، لكن كانت رائعه حلوه. وشكرا طبعا للجروب هذا، شكرا للشباب هم اللي يعني مش عارف شو بنقول عليهم، ممكن قاعد متر علي. المهم تشرفنا بك واعطيتنا وقت كبير من وقتك لا لا بالعكس، انا يشرفني وانا عادي، وانا معاكم في كل شيء يعني، حلو وفي الحلو. شكرا بارك الله فيك. شكرا.